ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ معاكم مستشارك العقاري جو يوسف سمير. النهارده والخبر لسه نازل ما كملش 30 دقيقة. الإسكان تقرر مد فترة شراء كراسات شروق وحدات متوسطة الدخل لمدة أسبوعين. وكمان بنعيد عليكم ان الدخل للأسرة في متوسط الدخل اترفع ل 168 ألف و 120 ألف جنيه سنويا للأعزب، يعني 10,000 جنيه صافي دخل للأعزب كحد أقصى، و 14,000 للأسرة كحد أقصى. طيب نقول بقى الخبر بيقول ايه. طبعا تم بيع اكتر من 390 الف كراسة شروط و200 الف جنيه مواطن سددوا مقدمات الحجز حتى امبارح. طيب 150 الف سجلوا بياناتهم على الموقع الالكتروني. اعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن مد فترة شراء كراسات الشروط وسداد مقدمات جدية حجز الوحدات السكنية وتسجيل الطلبات على الموقع الالكتروني لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لمن يرغب في التقديم على مشروع متوسط الدخل، بالإعلان المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين لمدة أسبوعين لتصبح حتى يوم الاثنين الموافق 21 ديسمبر 2020 بدلا من 7 ديسمبر 2020، على أن يكون آخر موعد لشراء كراسات الشروط وسداد مقدمات كدية الحجز لمحدود الدخل. ده الإسكان الاجتماعي بقى يا جماعة اللي بيسأل. الإسكان الاجتماعي آخره في شراء الكراسة ودفع مقدمات الحجز 7 ديسمبر اللي هو يوم الحد. بس مع ذلك علشان زي ما احنا شايفين في مشاكل في اللينكات اليومين دول وفي ناس كتير لسه ما كملوش ورقهم، مدوا التقديم اللي مدوه بس مش شراء كراسات بعد يوم الحد اللي جاي. يعني يوم 7/12 على يوم الاثنين هيبقى مفيش تقديم ومش هيبقى هيبقى مفيش دفع مقدمات حجز ولا في شراء كراسات، بس هيبقى التقديم مفتوح على اللينك. طيب، وأضاف الدكتور السيد عاصم الجزار إنها بالنسبة للوحدات ضمن مشروعات منخفضة الدخل بالإعلان يتم مد فترة تسجيل الطلبات فقط على الموقع الإلكتروني للصندوق للمواطنين الذين قاموا بشراء كراسات الشروط وسداد مقدمات جدية حجز الوحدات السكنية لمنخفض الدخل قبل يوم الاثنين المقبل اللي هو موافق 7/12. يعني اللي هيشتري الكراسة ويدفع قبل يوم الاثنين أو لو في يوم الاثنين شغالين خلاص هو ده اللي ممكن يقدم. بس بالنسبة لمتوسط الدخل اتمدت اسبوعين شراء الكراسات ودفع عادي مفيش مشكلة. طيب، واوضحت السيدة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ان هذا المد جاء استجابة لرغبة المواطنين في اللحاق بموعد الحجز نظرا لتأخر البعض في استيفاء المستندات المطلوبة للتقديم على الإعلان في ظل الظروف والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة خلال الفترة الراهنة. وأوضحت أنه حتى الآن بلغ عدد كراسات الشروط المباعة ضمن مبادرة السيد الرئيس الجمهورية سكن لكل المصريين في المشروعات السكنية المطروحة لمنخفض ومتوسط الدخل ما يزيد عن 390 ألف كراسة، كما بلغ عدد المواطنين المسددين لمقدمات جدية الحجز ما يزيد على عدد 230 ألف مواطن، وقام بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للصندوق عدد يصل إلى 150 ألف مواطن. طيب مش هطول عليكم، زي ما احنا شفنا ومعاكم المنتدى بتاعي نسجل لكم فيه الكلام دوت، وحاطط لكم فيه كمان المدن كمان اهو. واشارت السيده مي عبد الحديد انه سبق فتح باب الحجز للوحدات السكنيه بالمرحله الاولى من 1 نوفمبر اللي هو 1/11. مسجل لكم كل المدن اهيت. اللي عايز يدخل يا جماعه يدخل على صفحتي فوق كده هيلاقي المنتدى ويلاقي الكلام اللي انا قايله دوت. مستشارك العقاري جو. اتمنى اللي بيشوفني لاول مره يدوس اشتراك ويفعل الجرس، وشكرا.